دمرونا دواعش، ما خلونا يعني رعب بقلوبنا، رعب قاعدين ببيوتنا وخاتلين. هذا لسان حال مئات المدنيين العراقيين الذين اندفعوا مسرعين على منحدر تلة، منهكين لكنهم سعداء لتمكنهم أخيرا من الفرار من عناصر تنظيم الدولة الذين احتجزوهم مع تراجعهم في الموصل بشمال العراق. طلعنا والله من المنصور لين احنا ماشي من المنصور، وأنا مريضة استجابوني بالعربانة. وتمكن السكان أخيرا من الفرار من عناصر التنظيم مستغلين تقدم قوات الأمن التي تسعى لاستعادة السيطرة على كامل الجانب الغربي من مدينة الموصل بعدما سيطرت على القسم الشرقي. وعند خروجهم من المدينة ينزل السكان التلة للالتحاق بحافلات وشاحنات تابعة للشرطة تنقلهم إلى أحد المخيمات التي أقيمت في المناطق الصحراوية على مشارف الموصل. والله مسكوني وقت الصلاة ما رايح على الصلاة، جلدوني وزينوني صفر وحبسوني أسبوع كامل يمهم. الله كلهني جو عندهم ما أعرف شنو مصيري، يقتلوني ما أعرف خايف ميت من الخوف، كنت ما أعرف ايش يسوون بيا، شدوا عيوني كل شيء ما يبين. بعدين زتونا بغرفة 100 واحد، احنا بغرفة واحدة، لا أكل ولا شرب، ما رحمونا. وأدت المعارك المستمرة في غرب الموصل إلى نزوح أكثر من 50,000 شخص بحسب منظمة الهجرة الدولية.